بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يعني تعليق قصير حول موضوع الشريط الذي نسب للشيخ راشد رئيس حركة النهضة. أولا، هذا الشريط نشر من 15 أبريل، يعني عنده 16 الآن. ثانيا، هو شريط يتعلق بمداخلة للشيخ راشد في أظن في شهر فبراير أو في شهر مارس، فترة النقاش حول الفصل الأول من الدستور، موضوع الشريعة والإسلام إليه. وقع معناها إخراج جمل من سياقها، ونعرف نحن جمل من سياقها وقت تخرج يمكن تؤدي معناها عكس معناها. مثلا نقول ويل للمصلين، نحن عكسنا معنى الوارد في الآية الكريمة. والمداخلة كانت محاولة من بين محاولات كثيرة الحقيقة، ليست هذه مش هذه المحاولة، مش هذه المداخلة الوحيدة اللي قام بها الشيخ في تلك الفترة، لإقناع الجميع، جميع الأطراف، بضرورة تركيز عناصر وعوامل العيش المشترك في تونس، وتجنب الانقسام وتجنب الاستقطاب، لأننا نريد بناء دولة ديمقراطية وجمهورية مدنية، وتونس تتسع لكل أبنائها. ولكن للأسف وقع إخراج الجمل من سياقها، فأدى بعضها عكس ما هو معناها ما ورد فيها. من مثل ذلك مثلا ما ورد حول موضوع الأمن والجيش. كان في سياق الحديث على أن مؤسسات المجتمع كلها فيها أقليات أو فيها أفراد مرتبطين بالنظام ويحنون إلى النظام السابق، ومعناه يعرقلون بناء الدولة الجديدة. مثلا في قطاع الأمن فماش اختلاف في أن هنالك من يعرقل بناء الأمن الجمهوري، وهذا مش الحركة فقط يقولوها أيضا الأحزاب الأخرى وتقولوا الشخصيات المختلفة، وحتى الأمنيين أنفسهم يقولوا الكلام هذا. بالتالي ثم عملية إخراج للكلام من سياقه، وهذا ماهوش مقبول. نحن نريد أن نؤكد مجددا ثقتنا في الجيش وفي المؤسسة الأمنية ومساندتنا لأدائهم ودورهم، ودعوتنا لهم لمزيد تطوير هذا الأداء، وأيضا لمزيد التوق والعمل على التحرر من الفاسدين ومن الأساليب ربما البيروقراطية القديمة. وهذا كل مؤسسات الدولة مطلوبة في الوزارات والقطاعات المختلفة. وندعو الإعلاميين خاصة والشباب الانترنت إلى تجنب معناها التركيب هذا والمونتاج، ما عنده فلوس، هذا أسلوب قديم ما عنده فلوس. ربنا قال لنا إن في قصصهم لعبرة فاعتبروا يا أولي الألباب. ما نعتبر؟ انظر للناس اللي قبلها، للأمم الماضية، انظر لغيرها وخذ الدروس. نحن الآن شيء ما عادش يخلينا ندفع اندفاعات الشباب. دفاعات الشباب ضرورية، ولكن ينبغي أن تلجم بلجام العقول بالحكمة. أنا عشت في الجزائر في أيام ربيع ثورتها. الناس يقول في الجزائر ما تعملش ثورتها، يا ودي الجزائر عملت ثورتها وخسرت. عملت ثورتها قبلنا نحن، عملتها في 5 أكتوبر 88. انتفاضة هزت الدولة وحطتها في الأرض، واضطرت الحكومة باش تعتمد بالتعددية والإسلاميين يخوضوا انتخابات. في أول انتخابات كم حصلت الجبهة؟ على 80%. نحن حصلنا على 42%، هم حصلوا على الدوبل. ولكن وينهم الآن؟ بين قتيل وسجين ومشرد. مشرد عباسي مدني في قطر، علي بالحاج مضروب عليه 10 لاءات، محظورات العشر. لا تتكلم لا في مسجد ولا في إذاعة ولا في شارع، ولا تصرح اللاءات العشر، الوصايا العشر. ودمرت الجزائر وقتل 250,000 في الجزائر. وين مش بين 80% ما عملوا شيء، لأنه إخواننا راعوا فقط أنهم 80%، راعوا الغش الكم، ولم يراعوا الكيف. أكل 20% هذول صحيح عددهم قليل، لكن الجيش بيدهم
والشرطة بيدهم، والاقتصاد بيدهم، والإعلام بيدهم، والعلاقات الدولية بيدهم، وانت ايش معاك ب 80% غاشية. هذول 20% وقت اللي شاروا بالاخطر ومن السلطة باش تفتك منهم شامل ما نقلبوا الطاولة على الإسلاميين وشردوهم ودمروا البلاد.